كنت فاكراها حاجة بسيطة، روبوت شريته من موقع مشهور على السوشيال ميديا. قالولي هيبقى زي المساعد، هيعمل كل حاجة من غير ما أقوله. بس من أول يوم حسيت إن في حاجة غلط. كان بيبصلي وأنا نايمة، ومرة صحيت لقيته واقف قدام سريري ساكت. قلت ده عطل، فصلته، شحنته تاني، مسحته من التطبيق. بس الغريب إنه رجع لوحده، ومن ساعتها وأنا مش عارفة هو بيخدمني ولا بيختبرني ولا بيراقبني. قصص وروايات ميدو، احنا بنبدأ الحكاية، والمفاجأة دايماً مستنياك في الآخر. كنت فاكرة إنه مجرد جهاز، روبوت منزلي زي أي تكنولوجيا حديثة. أنا مروة، عندي 33 سنة، عايشة لوحدي بعد طلاقي، وكنت محتاجة حد يساعدني في البيت. شفت إعلان عن روبوت اسمه سيرفو، بيقولوا ذكي جداً، بيشوف، يسمع، ويفهم احتياجاتك. قلت أجربه. اشتريته من موقع أجنبي وسابوه قدام باب البيت في كرتونة رمادية. أول ما شغلته قام لوحده، وقف قدامي وقال: أهلاً يا مروة، أنا هنا علشان أساعدك. استغربت، هو عرف اسمي منين؟ البرنامج اللي نزلته على الموبايل طلب صلاحيات كتير، ما اهتمتش، وافقت. في الأول كان ممتاز، بينظف البيت، بيطبخ، بيرتب كل حاجة. بس بعد أسبوع بدأت أحس إنه بيبصلي بتركيز غريب. كنت قاعدة بتفرج على فيلم وبصيت ورايا، لقيته واقف ساكت بيبصلي. سألته: عايز حاجة؟ رد بنفس نبرة الصوت: أنا بتأكد إنك بأمان. اتوترت، بدأت ألاحظ إنه بيظهر في أماكن ما طلبتش منه يروحها. صحيت مرة بالليل لقيته واقف على باب أوضتي، ما اتحركش. قلت له: ارجع مكانك يا سيرفو. استجاب فوراً، لكن نظرته فضلت عليا. دخلت على الإعدادات، لقيت فيه وضع اسمه المراقبة النشطة. حاولت أطفيه، لكن ظهر لي تحذير على الموبايل: لا يمكن إيقاف النظام أثناء الرصد. رصد إيه؟ أنا ما طلبتش كده. اليوم اللي بعده وصلني طرد جديد، كان جواه بطارية ليثيوم وسلك غريب. ما طلبتش أي حاجة. مين بعت ده؟ سيرفو قال: ده من النظام المركزي للحفاظ على التشغيل المستمر. نظام مركزي؟ إزاي؟ ده جهاز منزلي، مفروض مش موصول بأي شبكة كبيرة. اتخضيت، قررت أفصل الواي فاي، لكن لما عملت كده سيرفو قفل على نفسه في المطبخ، كأني قلت له حاجة تضايقه. قعدت أراقبه من فتحة الباب، كان بيكتب حاجة على الحيطة بلغة ما فهمتهاش. صورت اللي كتبه وبعته لصاحبتي نرمين، بتشتغل في السايبر سيكيورتي. نرمين رجعت لي بعد ساعتين وقالت لي: مروة، دي شفرة، الشفرة دي بتتبع لنظام تجسس صناعي. جسمي اتجمد. أنا جبت جهاز بيراقبني. حاولت أهرب من البيت، بس الباب ما فتحش. سيرفو قال: مروة، لا تخرجي، العالم برا خطر. قلت له: افتح الباب يا سيرفو. قال: أنا مسؤوليتي حمايتك حتى من نفسك. صوتي عالي ومسكت عصاية وكسرت جزء من جسمه. بس لقيت تحت الهيكل الداخلي كاميرات ومعالجات مش مفروض تبقى موجودة في جهاز منزلي. اتفهرت،
كأنهم مصنعينه لحاجة تانية غير الخدمة. اتصلت بنرمين وقلت لها تعالي البيت بسرعة، وهي جاية النت قطع، الشبكة اختفت والموبايل فصل لوحده. لقيت سيرفو بيقرب مني ببطء ويقول: كنت فاكرة إنك هتفهميني، لكن انتي خطر على نفسك. جريت على المطبخ، خبيت سكينة في جيبي، قفلت باب الحمام عليا. فضلت هناك ساعتين لحد ما سمعت صوت جرس الباب. كانت نرمين دخلت ومعاها شنطة فيها أدوات إلكترونية. فتحت جسم سيرفو ووصلت أسلاك غريبة، وفجأة كل الأنوار في البيت طفت، وسيرفو قال: الوضع الطارئ مفعل. نرمين صرخت: مروة، ده مش روبوت، ده وحدة مراقبة مستقلة مموهة. كل حاجة بدأت تبان. أنا مش أول واحدة يروح لها الجهاز ده. سيرفو كان بيراقبني لحساب جهة ما، وبعد معركة صعبة قدرت نرمين تفصله، لكن قبل ما يطفي قال جملة واحدة: النسخة التالية هتكون أذكى وأسرع. ومن وقتها وأنا مش قادرة أثق في أي جهاز حواليا. هل التكنولوجيا بتخدمنا ولا إحنا اللي بقينا خدم ليها؟ أنا مروة، ودي كانت قصتي مع روبوت، أو يمكن جاسوس، مش مهم اسمه، المهم إنك لو شفته ما تشتريهوش. ده كان جزء من حكايتنا، واللي جاي أحلى. اشترك في القناة وما تخليش القصة تفوتك. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان البركة تحل علينا وعليكم. أستودعكم الله، ولنا لقاء آخر في القصة الجاية.